انت اكيد بتشبه على صوتي. ايوه، ممكن اكون انا هو، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. انا جاي اقول لك واكشف لك حقيقة السفاح، سفاح الجيزة. مين هو وازاي بدأت جرايمه، وان كان الشر موجود من اول وجود البشرية على الارض. السفاح المتسلسل اسمه بالكامل القذافي فراد عبد العاطي، من مواليد الجيزة في سنة 71. اتولد لأسرة بسيطة، كان موظف وعايش مع أسرته، لكن كان عنده طموح كبير إنه يكون غني بأي طريقة ووسيلة. قرر في 2014 إنه يسيب شغله ويدخل مجال العقارات والأراضي، ومن هنا بدأت الحياة تتحكله وظروفه المادية تتحسن. لكن ده كان في الظاهر بس، أما الحقيقة هو كان صياد بيصطاد الستات الغنية ويتعرف عليهم بأسماء وهمية وينصب عليهم ويختفي ويظهر في مكان تاني. في 2015 عمل خميرة كويس، حب يستقر، اتجوز من سيدة تدعى فاطمة زكريا عشان يبدأ معاها حياته الزوجية. لكن للأسف هو كان على علاقة بأختها، وكانت أختها هي الوحيدة اللي تعرف كل ماضيه وكل أسراره، وإن هو نصاب كبير. ابتدت تهدده إن هي هتفضحه وتحكي كل حاجة لأختها. من هنا كانت أول ضحية. هو كان يعرف إنها بتحب التمثيل ونفسها تمثل، وفعلا وعدها إنه يعرفها على منتج مش مصري بيدور على وجوه جديدة، وفعلا عرفهم على المنتج، وإن هي بنتهم هتسافر معاه للخارج علشان تصور الفيلم. ومن هنا بنتهم بتختفي عن الأنظار. فضل يتواصل مع أهلها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كتابة فقط، وكانت بتتحجج إنها دايما مشغولة ومش هتقدر تتواصل معاهم لأنها عندها تمثيل. الضحية التانية المهندس رضا صديق عمره، شغال في السعودية، قدر يقنعه يشاركه ويستثمر أمواله معاه في شركة عقارات. وفعلا المهندس رضا بعت له الفلوس، فضل يستثمر في الشركة ويضخ فيها أمواله. لكن وقت ما جه يستلم أرباح الشركة فضل يتحجج لغاية ما مهندس رضا قلق ونزل يطمن على أمواله. استقبله القذافي، أخده على شقة في بولاق الدكرور وتخلص منه في أول يوم بعد ما عزمه على العشاء. حس بألم في بطنه وقام بدفنه. وهنا القذافي فكر ازاي يخلي وهنا القذافي فكر ازاي يخلي أهله ما يبلغوش الشرطة، إن في الوقت ده كانت مصر مش مستقرة، كان فيها مظاهرات في 2015. بلغهم وبعت لهم رسالة من رقم مجهول إن هو كان ماشي جنب مظاهرة، اتخذ بالغلط وهو ما يقدرش يعرف أو يتعرف طريقه فين. وفعلا أهله بطلوا السؤال عليه. الكلمة التالتة ما كانش مخطط ليها أبدا. لسوء حظ مراته إن هي وهي بتنكش وتدور زي أي ست مصرية لقت أوراق ومستندات رسمية لصورة واحدة لكن أسماء مختلفة. هو طبعا كان القذافي، وقامت هددته بالأوراق والمستندات اللي لقيتها. قام دبحها ومقطعها حتت ومجمدها في الفريزر، وقام دفنها في نفس المكان، في نفس شقة بولاق الدكرور مع المهندس رضا. من هنا بدأ اسم القذافي يظهر في محاضر الشرطة عن طريق أسرة نسايبه، بيتهموه فيها إنه سبب اختفاء بناتهم الاتنين، لكن ما كانش فيه أي دليل مادي عليه. ما استكفاش بكده، في 2017 استولى بموجب توكيل هو عامله بينه وبين المهندس رضا على كل أمواله وتحويشة الخليج. مش كده وبس، لا ده هيعيش باسم المهندس رضا من هنا ورايح في مكان جديد هو اسكندرية. سافر هناك ورجع يمارس هواية النصب
وتعرف فعلا على سيدة غنية وعرض عليها مشروع معرض أجهزة كهربائية، وفعلا نفذوا المشروع. اتفق معاها على ميعاد انه يقابلها ويسلمها ارباح. قتلها في المعرض ودفنها. سوء حظ البنت ان هي اتسجلت ضد مجهول، لانها نزلت من غير ما تبلغ اهلها هي راح تقابل مين. ولان القذافي بيحب الاستقرار، هيرجع يتجوز من سيدة غنية اسمها نهى، لكن الجواز ده مش هيستمر كتير بسبب الخلافات، هيتطلقوا وترجع لأهلها. يفضل القذافي يطاردها ويراقب بيت نهى لغاية ما يتأكد إن مفيش حد في البيت، ويسرق الذهب والفلوس الموجودة فيه. بس المرة دي من غير جريمة قتل، واختفى بعدها. عيلة نهى قدموا في طليقها إن هو السارق، لكن الكاميرات كانت جايبة شخص غيره تماما، كانت جايبة سيدة منقبة. هنا كانت المفاجأة إن نوها كانت متجوزة من شخص مختفي أكتر من 4 سنين. في 2020 هيرجع يظهر باسم جديد، اسمه محمد مصطفى، عشان يبيع الذهب المسروق. لكن نوها كانت سابت كل أوصاف ذهبها، اتوزعت على كل محلات الساغة. وقدر صاحب المحل يتعرف على الذهب المسروق ويبلغ الشرطة ويتقبض عليه ويتحكم ويتنفذ فيه حكم الإعدام في 2021. يا ترى في كم قذافي عايش معانا ومعاك دلوقتي؟ مع السلامة في فيديو جديد.